تنسجل واحد الساعه تقطع الفيديو لراسو. المهم سواء فيروسات ولا جنون ولا شياطين وكذا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المهم تنهضر على الموضوع ديال هنا التشخيص. هنا عندنا مصاريف، عندنا عمل، هذا عمل. والرقية الشرعية الحمد لله بإذن الله عز وجل الأجرة ديالها ثابتة، رقية شرعية. شكون هو اللي تينصب عليك واللي تيكذب عليك؟ هما هادوك الناس اللي تيديروا الشعوذة أو اللي الناس. أما إنسان راقي شرعي متمكن الحمد لله تيجي تيعرف الأمراض، تيعرف يشخص، تيعرف يوقف مع الناس، راه الحمد لله خصك دير الواجب ديالو بإذن الله عز وجل. وهذاك راه ماشي واجب ثمن رمزي. لكن التشخيص مثلا تيساوي 7000 درهم، يعني التشخيص باختصار داكشي اللي غتمشي للراديون او غتمشي لليريم وديرو، عطيه للراقي. مشيتي لليريم، مشيتي عند الطبيب وقال لك دير تحليله ودير كذا، ومشيتي ودرتي ليريم ب 7000 درهم، فاش تجي عند الراقي يعطيك 7000 درهم ديالو. لان واش السكانير غيبين لك السحر؟ شحال من واحد تيجي عندنا والله ما عمرو عارف شنو كان فيه. وفاش الراقي تيقرا عليك وتيطلع الجن اول مره تيولي عادي. داك الراقي شحال من الناس جاو عندي قال لك ما تبعوش مع الراقي الاول، وهذاك الراقي الاول اللي تيكشف هذاك هو صاحب الفضل. واخا تمشي حتى عند مليون راقي، الاول اللي خدم معاك صافي، اللي خدم معاك وبينو، خصوصا اللي كان ما تيبانش، هذاك اللي بينو لك سواء راقي ولا معالج ولا عواده ولا هذاك الاول اللي بين لك داك الشيء، هذاك هو اللي عنده الفضل. تنطلب من الله ان الانسان الاول يكون موحد، ما يكونش مشرك ولا يكون. لان كاين دابا بانوا واحد الرقاة اللي هما مشركين، واحد الرقاة اللي هما لا علاقة لهم بالسنة والكتاب، هذا راه غلط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ندير واحد البداية الصباحية للرقية بإذن الله عز وجل.